هلو، هنتكلم النهارده مع بعض عن الاوزبيلونج. ايه هو الاوزبيلونج؟ نبحث عن الاوزبيلونج ازاي ونقدم ازاي على اوزبيلونج خطوه بخطوه. اول حاجه مهمه لازم نجاوب عليها مع بعض، ايه هو الاوزبيلونج؟ التكوين او التدريب المهني. التكوين المهني بيجمع ما بين النظري والعملي. يعني بنقضي اول سنه 3 ايام في شغل ويومين في المدرسه بندرس، وتاني سنة دراسية بيبقوا 4 أيام في العمل ويوم في المدرسة، وهكذا في السنة الثالثة، وبيكون مدفوع الأجر. وهو ده الفرق الأساسي ما بين الأوزبيلدونج وما بين الماجستير، اللي بيبقى مطلوب إن احنا يبقى عندنا حساب بنكي مغلق بمبلغ معين بيتجدد سنويا لغاية ما نخلص الماجستير. نيجي لتاني سؤال، الخطوات من مصر بيبقى شكلها عامل ازاي للتقديم على التكوين المهني ده؟ أول حاجة مهمة، اختار المجال الصح لك. ما تجيش على اي حاجه وخلاص نظريا انها سهله او اسهل، ولو هتيجي على اي حاجه وخلاص علشان هي اسهل يبقى حاطط في حسبانك او حاطه في حسبانك ان الموضوع ممكن يكون صعب، الموضوع ممكن يكون غير متحمل، ان الموضوع نفسيا ممكن يكون شاق اكتر من اللي انتم متخيلينه. فساعتها هتعملوا ايه؟ اللي كلنا عارفين انه بشكل او باخر اسهل انه نتقبل فيه اكتر من غيره بيكون حاجات لها علاقه بالفليج اي التمريض، الجاسترونومي اللي هو المطاعم او الفنادق، لاجا لوجيستيك او الميتال اودا الكترو بيروف. والامر تنافسي زي ما احنا عارفين، فلازم اللغه بتاعتنا تبقى بي2 او تي1. دايما هنصحكم بيه الى ما لا نهايه، اللغه اللغه اللغه. هتسألوني نتعلم اللغة فين؟ هقول لكم مش مهم المكان اللي هتتعلموا فيه اللغة، المهم هتتعلموا اللغة في أي سنتر أيا كان. وأفضل شيء لما بنيجي ندور على سنتر إن احنا ندور على حاجة جنبنا عشان ما نكسلش. وأهم تاني شيء هو إنكم تبدأوا تحوشوا للشهادة من جوته، لأن دي اللي تستحق الاستثمار. تالت شيء، نبدأ نبحث على الأوزبيلونج، ودي الرحلة ذات نفسها. فالمواقع بتاعة التقديم الرسمية كالآتي بالذات للمغتربين أو الأجانب. بيبقى عندنا Make It in Germany، بيبقى عندنا Jobbörse، عندنا Ausbildung.de. ولما بنيجي ندخل على المواقع دي لازم نعتني بالفلترز المعينة اللي في المواقع دي اللي هتفيدنا احنا كمغتربين، زي ان الانترنيمة اللي احنا هنقدم فيها تكون بتتقبل اوسلاندر انترناسيونال. لما نيجي ندور على الشركات اللي قابلة او بتبحث عن international people، فساعتها نبقى بنسهل على نفسنا عملية التقديم من الأساس، إن الناس دي اوريدي بتدور أو قابلة فكرة إن ناس مغتربة تقدم لهم. رابع شيء هنبدأ ندخل عليه إن احنا نجهز أوراقنا توب نوتش، يعني بأفضل ما يمكننا بأكثر حرفية نقدر نقدم نفسنا بيها علشان نزود من نسب وفرص قبولنا. فعندنا السي في، أول حاجة لازم نعتني بيها الليبن سلاوف. ممكن أبقى أعمل فيديو خاص بالليبن سلاوف نكتبه إزاي. لو حسيت إن الموضوع أمر أنتم مهتمين عليه بليز اكتبوا لي في الكومنتس منا اعمل لنا فيديو ازاي نكتب الليبن سلاوف according للجيرمان instructions. انا معاكم في دي، انا معاكم في اي حاجه انتوا هتطلبوها مني، لان انا يهمني انكم توصلوا لاهدافكم. فاحنا كده كده مع بعض في هذه الرحله، لا قلق. leave your comments with your question واحنا كده كده هنتكلم في الامر. تاني شيء في الجزء ده ان احنا بنبدا نصور شهاداتنا والامور المتعلقه بالتقديم. ثالث شيء الموتيفيشن ليتر، وكذلك نفس الفكره زي الليبنسلاوف. لو عايزيني اعمل فيديو خاص ازاي نكتب الموتيفيشن ليتر بليز سيبوا كومنت بالموضوع ده. وبيبقى فيه مجالات معينه زي تمريض بتبقى طالبه ان احنا نعمل ان اكانونج لشهادات الثانويه بتاعتنا، وده بنعمله لما بنيجي هنا عن طريق ان احنا بنشوف على مواقع زي ZAB او انا بين احنا المفروض نعمل الان اكانونج ده فين. بس ده لما بنيجي هنا، بس احنا لازم نعرف المجال اللي احنا مقدمين عليه ده هل طالب الحاجات دي اصلا ولا لا. حاجة من الحاجات اللي هنواجهها في الأول وإحنا بنقدم علشان بس نبقى مجهزين نفسنا نفسيا لهذا الأمر، إن إحنا هنلاقي رفض أكتر من قبول، وأحيانا الناس مش هترد علينا من الأساس. واللي مطلوب مننا في هذه الأمور الصبر، المداومة والدعاء. تمام؟ الرحلة مش سهلة، الرحلة شاقة في الأول، وعشان كده مش أي حد بيجتازها، ولكن السعي بيزود من نسب حصولنا على أي شيء. فأنا أحثكم على إنكم تكملوا سعي طالما ده الطريق اللي انتوا قررتوا ان انتوا عايزينه. ومع كل طرق هيفتح باب ما، وساعتها نشوف هل الباب ده مناسب لنا ولا لا. وكده كده الشركات اللي احنا بنقدم لها مفروض نقول لهم او هم يبقوا عارفين على حسب ان الفيزا احنا اللي بنعملها كده كده.
فالتقديم على الفيزا والتي ال اس كونتاكت من مصر احنا اللي بنقوم بيه كاشخاص. احنا كل بنحتاجه من الشركه هو البيشتيتيجونج ان احنا اتقبلنا، العقد ذات نفسه، وميل الكورسبوندنت بيرسون وبياناته، لان دي حاجه بتتحط في الفورمولا اللي تي ال اس كونتاكت لما بنيجي نقدم للشخص المعني اللي احنا بنتواصل معاه في الشركه دي. 5، نزود من نسب قبولنا في الاوس بيلونج ازاي. انا اتطلب مني في الرحله الفرديه بتاعتي Vorstellungsvideo in Deutsch اقدم فيه نفسي واقدم ليه انا شايفه ان انا مناسبه بشكل او باخر للفرصه دي ولالمانيا. والفيديو كان مطلوب اللي هو مثلا 90 ثانيه على الاقل. فبنجهز نفسنا لحاجه زي كده، بنبدا نتعود ان احنا نتكلم بالالماني قدام الكاميرا، بحيث ان احنا نبقى equipped من دلوقتي ان لما حد يقول لنا اوكي ابعتوا لنا الفيديو ده الفورstellungsفيديو in Deutsch، نبقى احنا مستعدين بشكل او باخر، ما نحسش بالتوتر ونبقى اخدنا على الامر. من المشاكل اللي انا قعدت افر فيها في ريدت ان الناس بتقدم مئات المرات وبيتضايقوا جدا ان هم بيتم رفضهم بدون ما يحطوا في الحسبان النقطه الاساسيه اللي انا بقعد اقولها لكم، الا وهي اللغه. لو احنا لغتنا اقل من بيتزفاي يبقى نبدا نسعى البيتزفاي على الاقل، لان الفتره دي اكتر فتره تنافسيه عامه والتنافس لن يقل نهائيا، فاحنا لازم نطور من نفسنا علشان نزود من نسب حصولنا على الفرصه اللي احنا عايزينها. وطبيعي جدا ان الشركات في الاول هتبقى خايفه جدا من فكره ان احنا مش في المانيا، فاحنا لازم نطمنهم في الجزئيه دي ونبقى معرفينهم ان احنا فاهمين الابلاو في البروسيسز اللي احنا المفروض نعملها للحصول على الفيزا. احنا كل اللي طالبينه منهم 1 2 3، وهم هيحسوا اوكي الشخص ده فاهم هو بيعمل ايه، الشخص ده مستعد، الشخص ده مش هيتعبنا، بالعكس هيوفر علينا حاجات كتير وهيجي مستعد. في الفيديو القادم هنتكلم مع بعض ازاي نحصل على شقة في ألمانيا من واحنا في مصر، بحيث ان انا اعمل السيكوال كاملة في 4 أو 5 أجزاء بكل الأسئلة المهمة الأساسية اللي انتوا لازم تبقوا عارفينها in the process of looking for an Ausbildung. فأتمنى لكم التوفيق، وما تنسوش تسيبوا لي comments بالأسئلة اللي في دماغكم اللي انتوا محتاجين لها إجابات، وكده كده هنجاوب عليها سوا. باي.